السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نحضر معكم بيتزات كيجيو خفاف وبنين. كنحتاجو في المقادير جوج دلايف ديال الطحين، دلافة ديال الفينو، معلقة ديال الموطار، شوية ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال مخميرة الخبز، شوية ديال السكر، ربع كاس ديال زيت العود، وشوية ديال الزعتر. كنجمعو العجينة ديالنا بالما دافي. كنبقاو نجمعو في العجينة ديالنا بشوية بشوية حتى كنحصلو على واحد العجينة كتكون شوية كتلاصق في اليدين. بعد ما جمعت العجينة غادي ندلكها غير فواحد شوية بين يديا، ماشي بزاف، مندلكوهاش بزاف. بعد ما دلكت شوية العجينة ديالي غادي ندهنها شوية الزيت ونغطيها ببلاستيكة ونديرها تخمر. دابا غندوزو لاصوص. كنحتاجو في المقادير 4 ديال الحبات ديال المطيشه اللي نقيتهم حيدت لهم الزريعه وطحنتهم. كنضيفو شويه ديال زيت العود وشويه ديال الزيت النباتيه. بالنسبه للعطريه انا ضفت شويه ديال البزار، شويه ديال الخرق ومعرق، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر يابس، ورقه زيت ناموسه، ومعلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك. صافي دابا من بعد ما بدات كطيب ليا شويه لاصوص ديالي غنضيف الثومه بودره. ممكن لكم تضيفوا الثومه تكون طريه، تحكوا جوج دروس حتى هي كتجي زوينه وكتعطي مذاق زوين. بعد ما طابت ليا دابا لاصوص وقادت ليا بهذا الشكل هذا كتولي عاقده. صافي دابا غنطفي عليها ونخليها تبرد، وكنضيف عليها واحد شويه ديال الزعتر كمنسين. بعد ما عفوا بعد ما خمرت ليا العجينه، هذا هو القوام ديالها، كتجي خفيفه وزوينه. كنكورو العجينه ديالنا كويرات صغار. بعد ما كملت العجينه ديالي كلها وكورتها كامله، غادي درتها في اللاطه اللي غادي ندخلها للفران. دهنتها بشويه الزيت وخليتهم يرتاحوا شويه، يختمروا واحد شويه ويطوعوا، عاد كلينا نقرصوهم باش يجيونا ساهلين في الدكراس. صافي دابا من بعد ما غنقرصهم غادي نشد فرشيطه ونثقبهم بالفرشيطه. ضروري نديرو هاد المرحله باش ما يتسافقوش ليكم في الفران ويجيكم غلاظ. ضروري تثقبوهم. من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله وقرصت البيتزا ديالي، غادي ندوز ندير ليهم لاصوص اللي صوبتها. هذا هو الشكل ديالها، هي كتجي زوينه. وهاد الطريقه ديالي راه كتجي بنينه بزاف. هاد لاصوص غير جربوها، متاكده غادي تعجبكم. صافي دابا من بعد ما درت لاصوص غنضيف واحد بصيله اللي انا شحرتها بشويه الزيت وشويه الملح والبزار، اختياري اللي بغى يزين بها. وكانوا وليداتكم كياكلوها ماشي مشكل، نزينوا بها كتجي بنينه. وكندير شويه شرائح ديال الفلفله رقيقه حتى هي اللي كنشحرها شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه. من بعد غنضيف الثوم. من بعد ما كملت كلشي غنضيف الفرماج. المرحله الاخيره هي الفرماج. دابا غيكون الفران ديالي سخن،
شعلتو من قبل ما نبدا نقرص في البيتزا ديالو ونزينهم، شعلتو باش يسخن ليا الفران، مزيتهم بالزيت ونكحل. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو بنان ولذاذ. نتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وشكرا على المتابعة، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.